السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم السلام. وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب دايما تكونوا آمين. بخير وبصحة وأحسن حال. ازيك يا داليا؟ الحمد لله عاملة بخير ايه؟ والله بخير الحمد دايما لله. بخير. الله يخليك. النهارده نتكلم عن ايه؟ قبل ما نتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. النهارده معانا نشيد ثوري الله يا جزائري. جماعة، الله بحبها جدا والله. يا داليا بنسمع بصي احنا من ساعة ما عملنا كده داليا واحنا بنسمع نشيد ثورية جزائرية. جميلة جدا جدا. لا ما والله هي العظيم يا داليا جميلة جدا. احنا عملنا كتير اغاني كتير، ثوريه جزائريه كتير. كتير، وطبعا انت عارفه ان من اجمل الاناشيد اللي موجوده في الوطن العربي بامانه ربنا اللي هي الجزائريه، لان احنا عارفين ان الشعب الجزائري اكتر دوله عانت اكتر من 132 سنه استعمار، فهم خلاص بقى فاض بهم بامانه ربنا، فاض بهم وتعبهم فلازم هيطلعوا لك الكلام اللي هم حسوه وعاشوه. أيوة. هيطلعوه لك من قلبهم عشان يوصل لقلبهم. يعني انت عندك من جبالنا الله. الجبل، انت هم مش هم بس، ده الجبل هو اللي كتب اشهد يا سماء. اشهد يا سماء قسما اللي الله. احنا النهارده ان شاء الله جميل. طبعا هنسمع اغنيه جميله النهارده. نحن طلاب الجزائر. نحن طلاب الجزائر. الراحل طبعا مفدي زكريا، وهو كمان ده كده عامل برضه قسما. عندك احنا من عملنا احلى يدينا النشيد دي وده. أيوة. وعندك برضو هامات المجد. الله. جميله جدا. لا بس ده الاغاني الثوريه اصلا، الاغاني الثوريه، ثوره الاحرار. الله الله الصغيره الصغيره بقى وصوتها واساسا يعني ايه، انا بامانه ربنا من الحاجات الكده اللي انت تقعدي تحبي تسمعيها تسمعيها وهي يعني سبحان الله على قد ما هي كده. وطلعت اغنيه من اجمل الاناشيد اللي موجوده في الوطن العربي، ثوره الاحرار. الله جميله ده، جميله صراحه الصغيره. ربنا يرحمها. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. يعني في كتير هنقول ايه تاني هنقول ايه تاني من الاناشيد الجزائريه. لا ده انت بصي ليا والله العظيم الواحد لو هيتكلم بص عن الاناشيد يا جماعه هيتكلم فعلا بص لقدام لان يا بنتي انا قلت لك كلام يا جماعه طالع من القلب هيوصل لك لقلبك. يعني احنا بنقول اكتر بلد هتحس بالاناشيد بتاعتهم فعلا، بالاغاني بتاعتهم، بكل حاجه تخصهم هم الجزائر، لانهم هم يعني حاجه احداث عاشوها وكل حاجه عاشوها. يعني من جبالنا دوت لما تيجي تسمعيه تحس ان الجبل هو اللي بيتكلم، لان الجبال اللي عندهم في الجزائر كلها تحت منها حضن الشهداء كلها. اكيد طبعا. والجزائر مرويه بدم الشهداء، يعني اكتر من 10 مليون شهيد على مرور العصور. طبعا يعني انت بتتكلمي في تعداد اكتر من كذا دوله، يعني في دول خليجيه تعدادها 2 مليون 3 مليون. انت الوقت راح، وبعدين احنا بنتكلم في احداث من زمان كانت الجزائر، يعني متهيألي لو كان يعني طبعا الواحد مش عايز يتكلم في حاجات كده، يعني ال 10 مليون دول في زمن من زمان، يعني كان زمانها زيها زي مصر واكتر كتعداد سكان. ايوه فهمت وجهه نظري؟ أيوة. يعني راح منهم ناس كتيره جدا، فلازما الاغاني بتاعتهم هتوصل لك الاناشيد يعني يا جماعه واصله لي عارفين ربنا. يعني احنا كان كتيرنا احنا مصريين بنحب نسمع الاناشيد المصريه، او بمعنى اصح احنا كان مقفول علينا الحته اللي هي بتاعت المصريه، اللي هو الطرب المصري، الفن المصري. بس دي بتعرفي ما هي دي ثقافات الشعوب بقى اللي احنا بنعرفها، ان كل الدول العربيه كانت طبعا مستعمره، ما تعرفها اناشيد الدول كلها. تحسي كده بفخر، تحسي ان انت يعني تتكلم عن بلدك على وطن. ايوه. ما ان هي ايه الجزائر وايه مصر، ما فيش فرق والله. ايه تونس وايه مصر، ايه المغرب وايه مصر، ايه الدول العربيه وايه مصر، ما احنا كلنا جماعه اخوات. وانت ذات نفس انت لما بتحسي ان بلد حد جاي عليها او حد انت بتزعلي عشان طبعا. انت ابسط حاجه تقول لا، ابسط حاجه يعني احنا مش زعلانين هنوصل نقول احنا مالنا، مش احنا قاعدين بناكل وبنشرب، احنا مالنا. لا ما فيش الكلام ده. ده هيضر ده احنا ناس، احنا كل يوم والتاني بامانه ربنا احنا تحس ان احنا عايشين ومش الواحد نفسيته زعلان عشان اللي بيحصل في الدول العربيه. اكيد طبعا. ربنا يزيح الغمه يا رب. يلا بينا يا جماعه نشاهد الفيديو، بس رجاء من حضراتكم الدعم باللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا. طلاب الجزائر نحن للمجد بنات، نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بنات، نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات. كم غرقنا في دماء واحترقنا في حماها، وعبقنا في سماء في عبير المهاجات. كم غرقنا في دماء واحترقنا في حماها، وعبقنا في سماء في عبير المهاجات.
طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. فخذوا الأرواح منا واجعلوها لابنة واصنعوا منها الجزائر. وخذوا الأفكار عنا واعصروا منها الحياة وابعثوا منها الجزائر. نحن من لبى نداء حينما اشتد بلاه واتبعنا لفداه والمنايا صارخات. نحن من لبى نداء حينما اشتد بلاه واتبعنا لفداه والمنايا صارخات. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات. كم غرقنا في دماها واحترمنا في حماها وعبرنا في سماها بعبير المهجات. كم غرقنا في دماها واحترمنا في حماها وعبرنا في سماها بعبير المهجات. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. معشر الطلاب إن قدوة للسائرين كم عصفنا بالجبابرة. كالشعوب الأرض عنا كم صنعنا الظالمين واحتكمنا في القصائد. نحن بلغنا الرسالة نحن صدرنا العدالة نحن حطمنا الجهالة واصطدعنا الظلمات. نحن بلغنا الرسالة نحن صدرنا العدالة نحن حطمنا الجهالة واصطدعنا الظلمات. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات. كم غرقنا في دماها واحترمنا في حماها وعبرنا في سماها بعبير المهجات. كم غرقنا في دماها واحترمنا في حماها وعبرنا في سماها بعبير المهجات. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. شرحة التحرير مسلي بني الجلية دامها أحمر فائر. واشهدي كيف نفتي ثورة الفكر غدا بعد تحرير الجزائر. وتسود العبقرية في بلاد عربية سخرت بالمدنية في عصور خالدة. وتسود العبقرية في بلاد عربية سخرت بالمدنية في العصور خالدة. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات. نحن طلاب الجزائر نحن للمجد بلاد. نحن آمل الجزائر في الليالي الحالكات. كم غرقنا في دماها واحترمنا في حماها وعبرنا في سماها بعبير المهجات. كم غرقنا في دماها واحترمنا في حماها وعبرنا في سماها بعبير المهجات. نحن طلاب الجزائر. الله، نحن طلاب الجزائر نحن المجد بنات. جميلة الله جدا. نشيد جميل قوي قوي. لا الواحد وبص بقى سرح معاه. زكريا كلماته جميلة. كلماته جميلة. جميلة يعني بأمانة ربنا، يعني أنا قلت لك إن الأناشيد الثورية الجزائرية من أجمل الأناشيد اللي موجودة في الوطن العربي، لأن هم أكتر شعب طبعا اتأذى، أكتر شعب اتضرر. فهو بصي أنت محتاجة إيه؟ هيطلعوا كلام هيعمل إزاي؟ لا طبعا حاجات هم أحداث عاشوها، تعبوا وعانوا، فلازم يطلع لك الكلام. والاحسن برضه ده اللي برضه بيغرزوا في اطفالهم برضه ان الثوره اللي حصلت. ايوه هم ما عاشوهاش طبعا الجيل الجديد ده كله ما عاشهاش، فلازم يعرفوهم هم الارض ديت ما جاتلكوش كده بالسهل يا جماعه، لازم بيعرفوهم. هم هي كده. ايوه دايما وانت دلوقتي معلش في دي بتهاجمني والله، ده برضه اللي هم بيغرزوهم فيها. هو انتوا الارض اللي انتوا قاعدين بتجروا وتاكلوا وتشربوا وتعملوا ده مش ما جاتش بالسهل يا جماعه.
جماعه، ده جت على ارواح الشهداء 10 مليون شهيد عشان تقدر تاكل وتشرب وتتنعم في خير البلد. عشان كده طلعوا والنشيد دي كلها برضه اللي برضه جميله. هي جميله. أيوة. ما هي ديت اللي بتخليهم، ما هي الحاجات ديت اللي بتخليهم دايما غريزه عندهم. هي دي غريزه بقى. ما هم لا عاشوا الاحداث ولا اللي هو الجيل الجديد ما عاشوهاش، بس ما هي الحاجات دي لما بيسمعوها ويشوفوها بتخليهم زي ما بقول لك كده. احنا نفسنا والله بيجيلك اثاره. احنا بنسرح مع الاغاني دي يا جماعه والله، يعني احنا عايشين الواقع عشنا معاهم رغم ان احنا من البلد خلاف البلد. سبحان الله العظيم، تحسي ان انت اصلا عايشه يعني حاجه ده حاجتك انت، عشتي دي بلدك وانت بتسمعي الحاجات دي. وكلمات جميله جدا يا جماعه، كلمات قويه جدا زي قسما بامانه نشيد جميل جدا يا غاليه. فيديو جميل جدا يا سوسي بامانه ربنا. اي والله جميل جدا. كل ما يعني بتعرفي على الجزائر اكتر وتعرفي الاحداث اللي حصلت لهم، بتحس اصلا ان انت عايشه معاهم بالظبط. ما هو دي الثقافه بقى. أيوة. دي ثقافه الشعوب اللي احنا المفروض نتقرب من بعض. هي دي حلقه الوصل اللي ما بيننا وما بين همزه الوصل زي ما بيقولوا كده، اللي ما بيننا وما بينهم، اللي هو التواصل الاجتماعي، ان حد يكتب لك تعليق يعرفك حاجه انت مش عارفاها. ديت همزه الوصل اللي ما بيننا وما بين الشعوب الثانيه. اكيد طبعا. فيديو جميل جدا، يا رب يكون عجب حضراتكم، ويا رب لو الفيديو عجبكم تدعموا القناه بلايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه لحضرتك. مع الف سلامه.